الملاحظة البارزة في لقاء الترجي وجي اس كا غياب الجماهير وخاصة جماهير أبناء باب سويقة على غير العادة. كيفاش ترى واقع الترجي الرياضي؟ واقع الترجي الناس تحب ترد ليسبيرونس في ازمه، الترجي في ازمه، الترجي ماهيش في ازمه، الترجي الاولى في الشامبيونات هربت 7 الثانيه، فيناليست شامبيونز ليغ فهمتني ديجا سي ان بوديوم سي ان بون ريزولتا. ما فماش خير من الوضعيه اللي احنا فيها توا. تبارك الله معناتها ما حالفناش الحظ باش نكونوا معناتها على منصه التتويج في كاس افريقيا، ان شاء الله المره المقبله. عندنا جمعيه صغيره ما زلنا نراهنوا عليها، ما زالت عندها ما توري وما تقول. واقع عادي جدا نتاع الجمعيه الاولانيه في البطل تونس اون تيتر، يعني لاباس ترجي. علاش العباد يعني تحب تهولها ترد الترجي في كريز وقت اللي هي يعني الاولى ومترشحه في الكاس ووصيف بطل افريقيا. ابرز حدث في فريق الشبيبه استقاله المدرب الحيدوسي بعد لقاء الكاس، والمدرب المساعد سالم القضامي يقود الفريق في لقاء اليوم في انتظار المدرب الجديد. كان فما اختلاف في وجهات النظر واختلاف في الاراء في الرؤيه بصفه عامه، فما ظروف عمل ما كانش راضي. حاولنا باش نقربوا وجهات النظر معناها ما بيناتنا، ما قربتش وجهات النظر باي شكل من الاشكال لفتره معينه، وهذا علاش معناها تم معناها القطيعه هذه بتراضي باثر معنى الكلمه. قبل بدايه المباراه وقف الجميع دقيقه صمت ترحما على المرحوم حسن الجوادي عضو بلجنه الحكماء للترجي الرياضي. التشكيله الاساسيه للشبيبه ضم 4 لاعبين كانوا تقمصوا زي الترجي، واذا نضيفوا لهم اليوسفي الاحتياطي يصبح العدد 5 لاعبين. الحوار رقم 57 بين الجي اس كا والترجي، واللي يقوده الحكم يوسف السرايري في 7 مباريات ليه في الرابطه الاولى، انطلق بالسرعه القصوى ودون فتره جس نبض، والفرص تتوالى من الجانبين. 6 دقائق لعب الرامو يتوغل يوزع شمام يسقط، والحكم السرايري يعلن على مواصله اللعب. الشبيبة تركز عمليتها على الجهة اليمنى لدفاع الترجي، والمتواجد جابر والورغمي اللي في هالمحاولة يصعد للهجوم، والمدافع الهداف يسدد، وبن شريفية في الركنية تتنفذ من جابر، وكرة عقيد خلالي تجيب ركنية شيخ في القائم الأول ينفذ، وكرة القصداوي جانبية، و3 ركنيات في دقيقة ونصف للشبيبة. الجي اس كا تلعب الهجوم والتركيز الكلي على جهة أيمن بن عمر. الشبيبة صحيح ضغطت لكن غابت النجاعة ورغم تعدد الكرات الثابتة. في الجهة المقابلة الترجي يحاول عن طريق التوغلات من الأروقة بصعود بن عمر ومعارضة الدراجي اللي فيها المحاولة يصوب، ترجع بالدفاع لمساكني يراوغ يسدد، وعقيد خلالي تضرب الكرة فيه تجيب ركنية. كالعادة التركيز على الدراجي اللي تلقى تمرينة من روجي، خرج شمام كورته جانبية. بن عمر في لقاء الأحد كان في كل مرة يصعد للهجوم، في هالعملية وزع ترجع من السويسي، الدراجي يسدد ومومبا ينقذ الموقف، ثم الرامو يتوغل يسدد والسويسي في الركنية. أبناء سالم القضامي يرجعوا للهجوم، 28 دقيقة لعب، سوء تفاهم بين الهيشري وبن عمر، القصداوي في المتابعة وبن شريفية يتدخل. زملاء الشيخ يفرضوا ضغط على الترجي بعد حركية وسط الميدان الدريدي والمحجوبي، وخاصة الشيخ اللي مرر في العملية لمروان الترودي وتصويته جانبية. ضغط يعطي أكله مع دقيقة 33. نتابعوا العملية، الترودي خرج الشيخ يتحصل على ركنية، التنفيذ من نفس اللاعب، بن منصور يرجع الكرة، طرابلسي يخرج الشيخ يوزع، سوء تقدير من شمام، والقصداوي ما ضيعش الفرصة ويفتتح النتيجة. و4 أهداف لسلامة في البطولة، هدف من صنع ثنائي كان يلعب بأزياء الترجي. سلام، شنو نكت الهدف واحد كيسجل ضد فريق وسابه؟ فما حتى نكت حتى شيء، معناتها المفيد واحد يخدم على روحه، معناها اي فريق ما لازم واحد يكون حاضر باش يسجل. معناتها كان ترجي كان فريقي سابق كنت اسجل معاه، وفريقي شبيبه لازمني كل مقابله لازمني حاضر. هدف ضد فريقي السابق بكره ارضيه زاحفه. فرحة جماهير وابناء الشبيبه ما دامت كان 2 دقائق، تماس من بن عمر للرامو، ارضيه للدراجي بدوره للمساكني يسدد، معاكسه من مومبا
غالط حارسو هو الهدف الثاني للمساكني في البطولة ورقم 150 في لقاءات الفريقين. كي يفرحوا بهدف الأول ما كانتش قوية المساكني أطر الكرة ووضعها في مرمى الحارس. هدف أعطى أكثر حيوية لأبناء الترجي خاصة بعد استفاقة روجيه في وسط الميدان اللي حاول التسديد وكورته تجيب ركنية. تتنفذ ثنائية بين المساكني والدراجي يوزع وإرامو كورته جانبية. ترفع الكرة من الدراجي وبالراس. ثم بن عمر ممتاز في الهجوم يوزع ترجع في مرة أولى من الطرابلسي معاكسة من محمود الدريدي والشمام على الطاير كورته جانبية كذلك. الشبيبة في آخر الشوط ترجع للهجوم كالعادة من الجهة اليمنى لدفاع الترجي. جابر يخرج الشيخ يوزع الهيشري ينقذ الموقف ترجع قدام جابر يسدد وبن شريفية حاضر للتصدي. 1-1 في شوط أول مستواه كان ممتاز وحضرت فيه الفرجة والفنيات بالرغم أنه الزوز فرق لعبوا في وسط الأسبوع. الشوط الثاني وإيقاع المباراة يتواصل مرتفع. جياسكا قريبة من أخذ الأسبقية مع بداية الشطر الثاني للحوار. المحجوب يخرج القزاوي مش متسلل وجه لوجه فوق المرمى. فرصة ثمينة تضيع بكيفية غريبة من سلامة كادت حتى شيء انا حطيت جيست الانتريور نتاعي وانا صاي وجيست عملت ان بتي روبون طلعت الفوق ما وفقنيش. ايه سجلت الهدف الثاني. لا ما كاو معناتها ان شاء الله مقابلات جايين معناتها تعمل روبون انا نخلط عليه قبل تعمل روبون ان شاء الله. بن عمر يخرج إرامو يروض يصوب والدفاع يتدخل. ضغط الشبيبة كان في مناطق التراجي واللي ولد الأخطاء على غرار تمريض بن منصور اللي كاد يستغلوها أبناء القيروان في عملية مسبوقة بالتسلل. ربع ساعة أول ممتاز لأبناء سالم القضامي وطريقة تخريج الكرة تأكد ذلك. ترجع كرة للشبيبة الرياضية القيروانية على الجهة اليمنى التوزيع في منطقة الجزاء اسكندر الشيخ طليقي طول منطقة الجزاء يفسخ مدافع يحاول أول تغيير في المباراة برهان غنام مكان الدربالي والدراجي قريب من التهديف وينغلط السويسي في لقاء الكاس فانه هالمرة حارس القيرواني يبدع في التصدي لتصويبة أسامة. 65 دقيقة لعب غنام في أول كرة يلمسها يخرج إرامو يسجل هدف يلغيه الحكم بعد إشارة المساعدة الثاني لوجود تسلل. الترجي يضغط أمام تراجع الشبيبة للمحافظة على النتيجة. 69 دقيقة لعب المساكني يخرج شمام التحام مع الطرودي والحكم السرايلي ينظر لاعب الترجي للتمويه. العملية تتوالى لأبناء باب سويقة والتهديف يغيب حتى في الكرة الثالثة. المدرب فوزي بن زرتي يلعب ورقة العياري مكان صبر خليفة ودقيقة 82 تأتي بالجديد. المساكني بذكاء يخرج العياري يوزع الكرة تتجاوز إرامو وغنام ما يضيعش الفرصة يسجل الهدف الثاني وهو الأول ليه في البطولة يجي ضد فريقه السابق. ما فرحتش برشا بعد البونت رغم اللي هو البونت مهم برشا. ما فرحتش جبنا ايضا. لا فرحت فرحان بالبونت وفرحان داخلاني. صحيح انا نفرح من داخل فرحان بالبونت جاب لنا 3 بوان مهمين برشا. نتصور الشبيبه عندها دور كبير في قدوم برهان للترجي. هذيك الكره تو انا نخدم في الترجي واليوم الهدف كي يفرح جمهور الترجي صحيح غاش جمهور الشبيبه. هذيك الكره تو نخدم على روحي وان شاء الله بحاول نزيد نعطي الاضافه للترجي ان شاء الله. الكره بدات من المساكني ثم خالد العياري طليق في منطقه الجزاء هرب على المدافع كره عرضيه ما لقات حتى ساق والتحق المدرب القدامي يلعب الكل في الكل. اليوسفي مكان الشيخ والدردوري كذلك يتم اقحامه. ورغم الفرص الأخيرة الشبيبة ما تنتصرش وتنهزم ضد الترجي الرياضي عرف يتعامل مع مجريات اللقاء رغم التعب الواضح على جل لاعبيه. للإشارة الشبيبة لا تنتصر في تونس الموسم 19 على التوالي والحكم السراري يبقى وفي لخاصيته وهي عدم تصفير أي ضربة جزاء في 7 مقابلات في الرابطة الأولى أدارها في هالموسم. يظهر لي في ظرف 4 أيام غيرت برشا حاجات في الشبيبة. لا يصدقني ما تغير حتى شيء. لا رينا روح رينا طريقة لعب رينا برشا حاجات. طريقة اللعب هذيك عندنا 3 شهور تو نحضروا فيها معناها ملي جاء سي سفيان حنخدموا في الطريقة هذيك
وكما اعطيتوك ضد النادي الافريقي في القروان، اعطيتوك ضد قفصه في القروان. اليوم طبقوا اللاعبين وقاموا بمقابله كبيره، وضيعنا اقل شيء نقول لك تعادل ضيعنا. لازمش نقولوا المباراه هذه تخليك انت كمدرب الشبيبه؟ والله هذه تبقى من مشموليات الهيئه المديره، ما نجم نقول لك حتى شيء. انا مباراه كبيره قدمت انت اليوم، يظل لي احسن لاعب في المباراه، شنو هو السبب؟ لا ما تعرف، واحد كونتر ليكيب القديمه نتاعو يحاول باش يعطي 100%. دوماج ما ماركيتش بونت وجاتني فرصه. هذيك بالحق باش نسالك عليه كيفاش ما ماركتهاش؟ ما كنتش غير كونسونتري، جاتني كراكحت كنترول، حبيت نجبد بوليد، والله غالب هو كان واقف على السقيب الكدا. ان شاء الله واحد المره الجايه يركز ويعمل ماكسيموم باش يفرح جمهور القروان وكا يخدم على روحه. سيف يظل لي مردود باهر اليوم اللي اللاعبين اللي كانوا في الترجي. الحمد لله ظهر لي خدمه قاعدين نخدموا، حابين نوريو اللي نزل عنا الكره، نزل عنا الروندمون. الحمد لله ظهر لي حابين نعمل ريزلتا باهي، الله غالب. عملنا كل شيء في الماتش، ضيعنا في الاخر قبلنا هدف معناها نتاع قله التركيز. انك دخلت للحكم علاش؟ والله دخلت الحكم شكرته، قلت له بالنوعيه تاع الحكام هذوما نقدموا بالكره التونسيه، فريمون برافو الحكم هذا، حكم ما كلناش حقنا. الشبيبه كانت نجم تربح بالحكم هذا، الترجي كانت نجم تربح ربحت بالحكم هذا، برافو. نشكروه ونشكروا لجنه التحكيم اللي باش تدعم الحكام هذوما. نكمل هكاك ماشي بثنيه باهيه، فهمني، وفي التوب انت توا في التوب، نخزر لك في التوب، فهمني، وخمم على ليكيب ناسيونال. تشكر في والدك؟ لا يخمم على ليكيب ناسيونال خاطر ما فيها با دو. سجلوا له زوز اهداف اليوم. فهمني، لا في بلاصتهم زوز اهداف، ما فما حتى شيء، ما نجم يعملوا حتى اي. خاطر تحب الترجي؟ لا انا ترجيست، كل شيء في طريقه، عمل طرحه سان فوت، ما عندوش ديفونس، وكمل هكاك اللهم صل على النبي، وقفها هو ديفونس وكاو. اي سامي ظل لقيتوا برشا صعوبات اليوم. والله صحيح، ريت الماتشات خاطر ربعضهم باركور راك تشوف فيه بدا ماتش الكلوب. كهو صحيح فما شويه صعوبات، ديجا لعبنا لهم نهار الاربعاء، وكهو الحمد لله معناتها المهم خممنا في 3 بوان اليوم، فهمت. نجم نقولوا مباراة المصالحة مع الجمهور بالنسبة لك انت؟ بالنسبة لي انا والله باش كيصير مصالحة مع الجمهور، متغشين عليهم من الفازة نتاع الشامبيونز ليغ، ان شاء الله يسامحوني قبل كل شيء. نطلب منهم السماح توا ديجا في الكاميرا، نعرف غلطتها والله غالب، ما كنتش معاه متحكم في اعصابي، فهمتني، غلطت، سامحني الجمهور. يظل يوم جاي ظهر اللي ربما كان يستحق فرصة أكبر. هو الفرصة كان ماخذها، عمره ما خذاش فرصة، معناتها عملناه اللي تيتولير هو مع القرب السنة جاي مخر شوية au niveau de préparation كي لعب مجدي التراوي لا كونفيرمي où il est devenu joueur international titulaire في l'équipe nationale, donc tant mieux pour nous. C'est un joueur il a confirmé surtout في les deux matchs هذوما وكا معناتها باهيين طونك مادام عندنا ملاعبية ملاعبية كيعطيو في التيران، دونك on est les plus contents du monde. اللاعب الغاني وانتو ما يسحقش حتى مكان على مقاعد البدلاء. عندنا 3 اترونجي، عندنا فول، عندنا مايكل، عندنا روجي، تو قاعد يلعب في الاسبوار، ان شاء الله نهار يلقى لوكازيون on va essayer de le voir ونشوفوه. إذا هذه نتيجة مباراة الترجي والشبيبة القيروانية 2-1 لصالح الترجي. جوز فراق كما قلنا تقابلوا في الكاس خلال الأسبوع، وتقابلوا اليوم في البطولة. زياد خالد هرميسي يقول لك شنو الفرق في المردود بين شبيبة في مباراة الكاس ومباراة البطولة؟ والله هما زوز مقابلات يعني نفس السيناريو صار، ولكن المقابلة نتاع البطولة فنيا وكانت أحسن حسب رأينا، خير من مقابلة الكأس. الحاجة اللي تبدلت في شبيبة القيروان، شبيبة القيروان لعبت تقريبا بنفس لو شيما تكتيك هو نفسه، لكن المقابلة نتاع الكأس لعب الدردوري كرأس حربة، خسر الثنائيات نتاعو مع محور دفاع الترجي ومع الهيشري. اليوم القصداوي قلق برشا محور دفاع الترجي وربح
ثنائيات مع الهيشري، هذيك الديفيرنسا في القروان. تبقينا المقابله الاولى كما المقابله الاولى كما المقابله الثانيه، لعب ترودي على اليمين ولعب جابر على اليسار، في وسط الميدان الشيخ و سيف الله المحجوبي. يعني شكلوا صعوبات على الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي شنو اللي تبدل؟ الترجي الرياضي التونسي كان تلعب دفاع ب4، زوز لاعبين ارتكاز اللي هما التراوي والقربي. اليوم شفنا في المقابلتين هذوما شفنا روجيه وحده، والمساكني خرج اللي كان يلعب على رواق، يا رواق الايمن يا الايسر، ولا روجيه يلعب كلاعب ارتكاز وحده، وقدامه زوز اورجانيزاتور اللي هما المساكني والدراجي. اللي ربحوا الترجي الرياضي التونسي في الانيماسيون اوفونسيف ودونسيتي القدام، خسروا ربما في الصلابه الدفاعيه عندما معناتها المنافس يفتك الكره ويخرج بالكره. في بعض ردهات المقابله كنا نراو انه روجيه تقريبا وحده هو وزوز لاعبين المحور، وتلقى اما المدافع الايسر ولا المدافع الايمن، يعني 4 لاعبين من الترجي. وهذا معناتها شويه هذا شيء اللي سبب وانه شبيبه القيروان عملت هجومات معاكسه وجاتها فرص خطيره وهدت مرمى الترجي الرياضي التونسي، وكانت يعني تسجل هدف، كانت تنجم تسجل هدف ثاني شفته في مباراة مفتوحة في الحقيقة، كانت مفتوحة مباراة مفتوحة، كانت مباراة مفتوحة. الشيء اللي ما مشاش في الترجي واللاعبين اللي ما قاموش بواجبهم بالكدا يحتمل في السيستم الجديد اللي عملوا فوزي بن زرتي هما اللاعبين اللي على الاروق. سامح الدربالي تقريبا الشوط الاول كان ترونسبارون، وصابر خليفه زاد ماهوش في اوج العطاء نتاعو. يعني هذوما ما عاونوش وسط الميدان. علاش؟ على خاطر كي يبدا روجيه وحده يلعب كلاعب ارتكاز، لازم اللاعبين كما المساكني والدراجي وخليفه والدربالي هما اللي يعاونوا، كل ما تفك الكره يرجعوا هما يسور بوزيسيون رابيدمون باش يمثلوا هما جدار الاول عند المنافس. وكيفاش تحكم على مردود روجيه في المباراة الأخيرة؟ روجيه قام بالواجب، روجيه قام بالواجب وقام بالواجب واكثر في المقابلتين الزوز. يلعب السهل الممتنع، في الثنائيات قوي، لاعب صلب ويلعب كره سهله، ديما يفيرتيكاليز لو جو ديما القدام، يحاول يشوف الكره القدام. لا، قام بالواجب نتاعو روجيه. الترجي الرياضي التونسي حاولت معناتها مش نجم نعيب انا، حاولت المرور كان من الوسط، كان من الوسط. علاش حاولت المرور على الوسط؟ خاطر معناتها لي سيرفو اللي يخموا نتاع الترجي يلعبوا في الوسط، هما الدراجي والمساكني، فالكره ديما تخرج كان من الوسط ويحاولوا يدخلوا من الوسط، ونستعملوا القوه نتاع مايكل رامو باش نضغطوا وندخلوا في الوسط المحور. هذه يحتمل ما لقيناش الحلول على الاجنحه، ولازمنا نخموا باش نلقاو الحلول على الاجنحه، لانه في جل الاحيان الوسط الدفاع وسط الميدان تلقى فيه كثافه دفاعيه كبيره. ولكن عموما فريق القيروان فريق ممتاز، يعني قدم مقابله طيبه، هاجم، ضغط على الترجي، لعب من غير حسابات. ولكن الترجي اليوم سجل، ضغط هو في الاخر في ال10 دقائق الاخرانيين وسجل الهدف الثاني، وهذيك هي الكره تاع